السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كويزين باي آسا. اليوم غنقدم لكم كيكة 3 طبقات اللي كتجي رائعة وسهلة التحضير. بالنسبة للمكونات عندنا هنايا 2 بيضات، نصف كأس ديال الزيت، نصف كأس ديال سنيدة، عندنا هنايا قشور ديال الليمون برتقال، 2 خمارات و7 المعالق ديال طحين الفورس. بالنسبة لطريقة التحضير عندنا هنايا 2 بيضات كنطربوهم مزيان، عاد كنبداو نضيفو ليهم المكونات الاخرى: سنيده، الزيت ديالنا، قشور البرتقال، الفورس و2 خمارات. من بعد ما كنخلطوا جميع المكونات كنجيبوا المول ديالنا يكون مدهون مزيان بالزيت والطحين اولا الزبده، وكنكبوا فيه الخليط ديالنا. كندخلوها الفرن تقريبا ساعه على درجه حراره 180 حتى كنشموا الريحه ديالها. هي راه ما كتعطلش بزاف حيت بحال الجينواز كتجي رقيقه شويه. بالنسبه للطبقه الثانيه عندنا هنايا 2 كؤوس ديال الحليب، 3 المعالق سنيده، 3 المعالق كريم باتيسير ديال الحامض او لافاني على حسب الاختيار ديالكم. كنجيبو هنايا كاسرونه ديالنا كنخلطوا فيها جميع المكونات: الحليب ديالنا، السنيده والكريم باتيسير، كنخلطوهم مزيان، عاد كنديروهم فوق من النار مهيله. كنديروهم فوق من النار مهيله ومع التحريك حتى كيعقد لينا الخليط وكنطفيو عليه. ودابا كنجيبو الكيكه ديالنا كنكبو فوق منها الخليط اللي صاوبنا من كريم باتيسير ديال الحامض، كنكبوها على جميع الجوانب وكندخلوها للثلاجه.
بالنسبه للطبقه الثالثه عندنا هنايا 2 كؤوس ديال البرتقال، 3 المعالق ديال سنيده، وفلان واحد صغير ديال فاني. كنجيبو هنايا كاسرونه ديالنا، كنكبو فيها العصير ديالنا سنيده وفلان فاني. تقدروا ديروا حتى 4 المعالق ديال سنيده على حسب الاختيار ديالكم نتوما. كنخلطوا المكونات وكنديروهم فوق من النار مهيله. كنخلطوهم جيدا فوق من النار مهيله حتى كيبدا يغلى لنا الخليط وكنحيدوه. مورا ما كنحيدوهم فوق البوطه كنخليوه حتى كيبرد لنا شويه، وكنجيبو الكيكه ديالنا كنبداو نكبو فوق منها الخليط ديالنا. كنصفيوه من الاحسن باش تجي الطبقه الثالثه لامعه، ومن بعد كندخلوها للثلاجه. وها هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجت. انا هنايا زوقتها بشوكولا بلون، حكيته فوق منها وطروفه ديال البرتقال. وبصحه وراحه.